باش نحتفظوا بالقضية الوطنية ديال الشعراء والأدباء. إيمانا أن الثقافة هي الإنسان هي آلية من الآليات اللي غنعتمد عليها الثقافة إن شاء الله باش ندعموا السياسة، باش نتخطاو أعداء هي واحد مجموعة حتى مجموعة. ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. آمنت بالله صدق الله العظيم. صدق الله العظيم ونحن على ما قال خالقنا ورازقنا من الشاهدين. والآن سيداتي سادتي أدعوكم للوقوف احتراما لنشيدنا الوطني. من باقات الوطن الفياحة، حيث هنا المحبة والإخاء، حيث هنا تتلاقى الأجيال وتتنامى الأفكار بهذا الجمع الكريم من الشعراء والأدباء والمفكرين الذين يرحب بهم أجمل ترحاب في بلدهم وبين إخوانهم وأصدقائهم. سيداتي سادتي، قال جلالة الملك المفدى محمد السادس نصره الله: إن قضية الصحراء ليست فقط مسؤولية ملك البلاد، وإنما هي أيضا قضية الجميع من مؤسسات الدولة والبرلمان، المجالس المنتخبة، كافة الفعاليات السياسية والنقابية والاقتصادية، هيئات المجتمع المدني، وسائل الإعلام، وجميع المواطنين. ثم أن مصدر قوتنا في الدفاع عن صحرائنا يكمن في إجماع كل مكونات الشعب المغربي حول مقدساته، وهذا من خطابه الثاني في افتتاح البرلمان لدورة أكتوبر 2016 ترسيخا وتلبية لهذا القول الرشيد
من خطاب المنصور بالله إنه لمن دواعي الفخر والاعتداد أن تجمعنا اليوم قضية الوطن الأولى، قضية الوحدة الترابية، قضية صحرائنا الحبيبة. نحن كممثلي المجتمع المدني وأنتم يا معشر المثقفين وجموع هذا الوطن الحبيب لتدارس هذا الملف الغالي ونعبر فيه عن مدى تمسكنا وثوابتنا بثوابتنا المقدسة، وأن اليوم الأنشطة الفكرية والثقافية هي ذراع للوطن ضد المتربصين بوحدتنا الترابية، مدافعين بها عن أرضنا المباركة التي سقاها المغاربة الأحرار بالغالي والنفيس في مسيرة كتبت بماء الذهب من لدن قائد عظيم وهو المغفور له جلالة الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه. وستظل النخب الثقافية والفكرية دائما مرتبطة بقضايا الوطن العزيز وبمشاغل مجتمعنا الأصيل. وليعلم العالم اليوم أن الثقافة هي لسان الشعوب وليست ترفا أو لهوا، بل هي صناعة للقيم المثلى، حيث تستجيب لحاجة الوطن والمجتمع وتفتح آفاقا رحبة من المحبة والخير والآمال لترسخها داخل نفوس المحبين من أبناء هذا الوطن العزيز، وتجنبهم التطرف والغلو والانحراف، خصوصا في هذا الوقت مما يقتضي استنهاض همم الجميع لتعزيز قيم الوسطية والاعتدال. سيداتي سادتي، لا أخفيكم سرا أنني عندما بدأت أحاول أن أجمع أفكاري لأكتب كلمة ألقيها أمامكم، وجدت أنني في ساحة سأكون فيها مهزومة بين مداد أقلامكم وسمو أفكاركم، فلهذا وددت أن أدعوكم إلى ساحة أعلم بأنني سأهزمكم فيها أيها الشعراء، وهي ساحة المشاعر والأحاسيس والمحبة. فوالله إنني فرحة بكم، والله يعلم أنني سعيدة بوجودكم، وأن هذه اللحظات التي انتظرتها طويلا حتى أقدم شيئا يسيرا لهذه الأرض الغالية. أهل عروبة حلوا اليوم بين أهل عروبة أتوا إلى الصحراء يرسلون رسائل تباركها السماء. جاءنا من دولة تشترك مع مملكتنا الهوية والقضية. من الأردن الدكتور جهاد أبو محفوظ رئيس مجلس الكتاب والأدباء والمثقفين العرب، فليتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا سادتي هل الصفا والدهر بالأنس وفى، منكم بكم زال الجفا، والدهر دوما في سرور. شرفتمونا بالحضور، أنعشتم القلب السرور، وترنم الشاة وهام. سليم الأصالة، أرض العروبة مجد سلسال العرب، أرض البطولة ثوب شمس تغترب، فيها الشهامة والنشامة والنسب، فيها مليك ليس يشقيه التعب. من كل مجد في سماها يقترب، والفخر في صحرائها له ينتسب. في وجهه نور وقلب من ذهب، أصل العروبة وجده فخر النسب. من بني هاشم أعلى بيوت العرب، من لم يصلي عليه صلاته لا تحتسب. ملك رؤوف والكرامة صفته، عشق الشهامة وجبينه فوق الشهور. ونطير في أجوائها
ومحلقين بحبها فوق النيازك والشهب. لو كان يضرب الرمال في مغتصب والشعب يفدي ملكه وأهله. لو أن شيئا من ترابها قد سلب نروي دماءك بالتراب موطني، نروي ترابك بالدماء موطني، ونحرق الأشجار فوق رأس المغتصب. بصوت واحد ينظمون، بصوت واحد يصدحون. قوة الشعر لها اليوم وجود، صدق الكلمة لها اليوم صدى. يصدح العالم اليوم والشعراء قد صدقوا الكلمة اليوم، من طنجة إلى الجويرة، بل من المشرق إلى المغرب. ألا مغرب بدون صحراء. من عروس الشمال أتت ترشد القرب والأنس، القرب من الصحراء والأنس بدفء رمالها المتقدة عطفا ووفاء. نرحب جميعا بالشاعرة الأستاذة نبيلة الوزاني من مدينة طنجة. هذه هي تلك المجيدة الغراء عبر التاريخ طالها شرفاء. ذهبية الجدائر، ذهبية الجدائر.